شباب وبنات ما تفرقش، في ساعة الجد كله أسود. مقشة جروف وإيه يعني عشان خاطر عينيك السود. نزلنا وكل أحلامنا نشوفك وردة البستان، وريحة اليود على طرحك تكوني عروسة بالفستان. ولما الدنيا تضحك لك واشوف البسمة في عيونك، هيبقى يا غالية يوم عيدي، يا ساكنة في قلبي ووريدي. في كل مكان هتلقينا بنبدر ورد أحلامك، بننصر عطر أيامك، بنزرع في القلوب أفراح. أخدنا العهد على روحنا تكون نضيفة زي زمان، يرن الصوت يروح لبعيد يعود بالعطر والألوان. يا عشق الروح يا سكنانا، نزلنا وربنا معانا، نخلي في كل لحظة جديد بإيدك يلا ويانا. شباب بننضف بورسعيد. مبادرة بورسعيد نظيفة. الفكرة، الحلم، الهدف. شباب لا يعرف المستحيل. كانت مجرد فكرة تحولت إلى حلم، فحالف الحلم التوفيق ليتحول بالأمل إلى عمل حقيقي. ولم تقف قلة الإمكانات عقبة أمام تنفيذ المشروع، أو يتردد الشباب لحظة في بذل كل مجهود ممكن بذله. وكان الرهان من اللحظة الأولى على الشباب، شباب بورسعيد الواعي الذي أثبت أنه الرقم الصعب في كل المعادلات القائمة وكل الخطوات القادمة، ليعلنون بأعلى صوتهم لماذا بورسعيد نظيفة ولماذا نجحت. لم يبحث أحد عن القيادة أو الظهور، فكان الكل شريك من أجل الكل، وكان الجميع حريصون فقط على تحقيق الهدف حتى تم إنجاز المهمة بنجاح وهمة. وكان الكل يقود فبات الحب يسود، فلا فرق بين صاحب الفكرة وآخر من انضم إلى المبادرة، ليقدم الشباب رسالة قاطعة وساطعة بأن العمل الجماعي يفعل المعجزات. احنا عايزين حاجتين، احنا عايزين بورسعيد ترجع نظيفة زي ما كانت. الحاجة التانية عايزين المراكب لما تيجي تقف يوم في بورسعيد الناس تنزل تشوف معالمها السياحية. ده مش انا اللي بقول، ده دلوقتي احنا عندنا مصنع في بورسعيد متوقف ما اشتغلش. المصنع المفروض يشتغل، عندنا 14 شركة المفروض يشتغلوا صح، يطلعوا ياخدوا القمامة من المنازل، هم ما بيطلعوش، يعني في بعضهم بيشتغل عشان نكون صراحة. الرؤية كيف كانت؟ الخطوة كيف بدأت؟ بس لو احنا ما خدناش الخطوة في المساعدة مش هنتحرك. فهي دورنا الأساسي التوعية، والتوعية دي ما بتجيش من يوم، احنا هنفضل استمرارية. دي موروثات عندنا، موروثات يعني بتتكلمي على بصي أجيال ورا أجيال. بالظبط. فاحنا التوعية بتاعتنا هتفضل الفترة الجاية لما لا نهاية يعني إن شاء الله. وعن الهدف والرسالة، احنا ان شاء الله بعد الحملة هنعمل مسابقة كبيرة جدا للرسومات. الأطفال اللي حضروا معانا الحملة يرسموا تصورهم لبورسعيد في المستقبل، تصورهم لشاطئ وشوارع بورسعيد شايفينها ازاي وعايزينها تبقى ازاي، وهيتم تقييم الرسومات دي، ونعمل لجنة تكريم للأطفال عشان نحفزهم والرسالة توصل. الطفل اللي كان بينظف امبارح ورسم النهارده الرسمة دي، بكرة لما يجي يخرج مع أصحابه ولا مع والدته مش هيرمي الورقة مثلا في الشاطئ. وعن دراسة المشكلة، الأحياء ما فيهاش عمالة تشتغل. ما فيهاش عمالة؟ ليه بقى؟ بورسعيد المحافظة الوحيدة الأجر اليومي لعامل نظافة 20 جنيه. هو كله أجر يومي. أجر يومي. غير في محافظات تانية فيها يعني فيها موظفين، ده كويس. بورسعيد ما كانش فيها الموضوع ده، فالوقت بيتعاملوا على عمالة يومية، محددين لها أجر يومي 20 جنيه، محافظات تانية 30 و40 جنيه، فمش عارفين يوفروا لهم فلوس زيادة. طب ده مشكلة، ما ينفعش. وكانت البداية بشاطئ بورسعيد لتشجيع الشباب على المشاركة في المبادرة. وقام الشباب بتنظيف محيط كازينو الجزيرة وتنظيف الشاطئ بمشاركة المصطافين وحضور محافظ بورسعيد اللواء مجدي نصر الدين، والذي أشاد بالتجربة وقدم الشكر لشباب المبادرة وطالبهم بمواصلة العمل والرسالة. ثم ينعقد المجلس التنفيذي للمحافظة ليعطي المحافظ تعليماته للأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون مع شباب بورسعيد نظيفة وتقديم كل الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز أعمال المبادرة.
ثم اختار الشباب منطقة علي بن أبي طالب لتنتقل المبادرة من الشاطئ إلى إحدى المناطق الشعبية التي تحتاج إلى مجهود وعمل كبير. وأصر الشباب على اقتحام المنطقة، وفوجئ الجميع بزيارة اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد للمرة الثانية لفعاليات المبادرة في منطقة علي. وبعد ذلك قرر أعضاء المبادرة اختيار منطقة المروة لمواصلة اقتحام المناطق الأكثر احتياجا لعمليات النظافة. ثم توالت المناطق لتغطي كل أحياء بورسعيد من الممشى ودري سبس كأحد أهم المناطق السياحية والأثرية بالمدينة، ومنطقة الإسراء وهي أحدث المناطق السكنية بحي الضواحي، ثم بورفؤاد على الضفة الأخرى من قناة السويس ومنطقة عمر بن عبد العزيز المميز. وعندما جاءت فترة الانتخابات قرر الشباب مغادرة الشارع وتنظيف مقابر بورسعيد القديمة حتى لا تستغل سياسيا، وكان ذلك لمدة 4 أسابيع متواصلة، واستطاع فيها الشباب تقسيم العمل على البوابات ال4 للمقابر وسط ترحيب كبير من المواطنين. ثم يعود الشباب بعد ذلك إلى الميادين وواصلوا أعمالهم في منطقة الصفا لأسبوعين متتاليين.